السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين إيه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقة جديدة. نبدأ بالآية اللي متعودين عليها في كل حلقة. الآية النهارده من سورة الفرقان. ربنا عز وجل بيقول: وعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هونا يعني بيمشوا بتواضع وسكينة وطمأنينة. ولو حد من الناس الجهال، أو عايز أقول لك الناس اللي هم إيه، يعني بيتكلموا عايز أقول لك بحماقة أو مثلًا كده، يعني رمى عليهم كلام مش كويس أو اتكلم بطريقة مش حلوة، هم إيه بيحاولوا إن هو يخاطبوا الكلام ده بالإعراض عنه، وإن هو إيه، آآ بيبعدوا عن الكلام ده بالإعراض. حتى ربنا بعد كده بيوصفهم في كام آية بعديها تاني إن هو إيه، لمّا بيسمعوا لغو أو كلام كده مش كويس، غيبة أو حاجة أو حد بيقول عليهم كلام، بيحاولوا إن هم إيه، يبعدوا حتى ما يدخلوش في احتكاكات عشان ما تبقاش إيه، مداخل شيطانية. بس ندخل في حلقة النهارده. لو حد بيسأل: أنا لو عايز أحشي سناني يا دكتور، عندي كذا ضرس أو كذا سِنّة عايز أحشيهم، المفروض أحشيهم إزاي؟ لو مثلًا عندي 2 هنا و2 هنا و1 تحت ومتنوعين، هل ممكن إن أنا أبدأ في كلّهم في جلسة واحدة؟ لو الدكتور مثلًا هيقعد معايا يوم كامل 3 ساعات كاملين يخلّصهم، هاقول لك هو مش من مش يعني بننصح إن إحنا نعمل كده. بس الموضوع بيتوقّف على إيه، ممكن إن أنا لو عندي جنب واحد زي كده مثلًا، إن أنا إيه، آخُد لو في ضرسين جنب بعض في نفس السِنّة وأنا مبنِّج، إن أنا بابدأ إن أنا إيه، أحشيهم. ده باتكلّم لو حشو عادي، إنّما لو حشو عصب طبعًا إيه، يعني أخلّص كل ضرس أحسن لحد ما اتقفّل على الآخر. بالنسبة واحد ياخُد واحد فوق واحد تحت، مش حلوة. ممكن في دكاترة عشان عايزة تنجز العيان لو كان مثلًا مسافر أو كان مشغول، تقول له مثلًا عندي دروس واحد فوق و2 تحت عايز أخلّصهم في مرّة واحدة، مثلًا ياخده في جلسة مطوّلة، بيبقى تعب للعيان وتعب للدكتور، وفي الآخر إيه، بتحس نَفْسك يعني ما أنجزتش أو ما عملتش حاجة كويسة. فالأفضل يعني ممكن لو الناحيتين دي بتبقى صعبة، دي اللي هي يعتبر إيه، ملغية، إنّك أنت مثلًا يكون عنده 2 هنا و2 هنا، إنّك تبنّج الناحيتين، فده مش حلو. إنّما لو جنب واحد ممكن بتعمل ضرس أو ضرسين، بس الأفضل إن هو 3 ضروس مثلًا، واحد هنا و2 تحت أو العكس. الأفضل إن أنت دايمًا اشتغل في كل جلسة بارتياح، عشان حتى ما تزهقش من الموضوع وتكرهه وتبدأ تقول أنا مش رايح دكاترة سنان تاني ولا حاجة. خلّص كل حاجة على الوقت. يعني هو ممكن مثلًا يعمل لك تجويف في ضرسين أو في سنتين ويقفلهم وييجي المرّة الجاية يكمّل حشو، حتى تبقى أنت جاي خدت نَفَسك بالراحة جاي مرّة تاني. فما تستعجلش إنّك أنت كلّه عايز تخلّص مرّة واحدة، مرّة واحدة، مرّة واحدة. ادّي دايمًا نَفْسك وقت. أشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.